منتهي وجوده. معنى هذا أن جوهر الكائن قصة تصرف في أزمنة المستقبل الكائن عدم لا يجد كينونته إلا بما يحياه، أي بما يفعله. ففعل الإنسان هو الذي يكسبه ذاته ويحدد هويته ويبني وجوده. الكائن فعل والوجود فعل. منذ الأزل، منذ قدومي إلى العالم وظهوري في الدنيا لم أكن شيئا غير الممكن. كان كل شيء ممكنا. كان كل شيء ممكنا أمامي. كنت مفتوحا على كل الإمكانيات والاحتمالات. بلغة أخرى، كانت لي خيارات عديدة، بل خيارات لا تعد. كنت حرا، كنت قادرا على الفعل وعلى ما أشاء من الأفعال بجميع أصنافها وقيمها. كان كل فعل أفعله يلزمني فيحد من حرياتي، ولكن رغم هذا لا يعدم حريتي. الحرية فعل، إذن هي الفعل. إن لم تترجم الحرية أفعال فهي حرية مجردة. وهل يمكننا الحديث عن الحرية لما تكون الحرية مجردة؟ فالحرية ليست معطى من معطيات الطبيعة أو هبة من هبات السماء، إنما هي فعل وعمل، سعي دؤوب وجهد جهيد. هي لا تأتي من العالم الخارجي، وإنما تنبثق من عالمي الداخلي. هي مني وإلي، وهي تنبثق من كياني الداخلي فتعبر عنه في حركة فياضة فوارة تسجل وجودي وتسند إليه معنى ومنحى وتوجهه الاتجاه المرجو. الحرية كسب ومكتسب وليس هدية تهدى. ماذا يعني مثل هذا الكلام؟ هذا يعني فيما يعني أن الحرية بالنسبة للفنان المسرحي هي انبثاق من إبداعه. لا يجد المبدع حريته من خارج فعله الإبداعي، وإنما من داخله. لا أمل له أن يجد حريته فقط من انتمائه إلى حزب من الأحزاب التي تناضل من أجل الحرية. هذا يمكن أن يكون، ولكنه ليس كافي. هذه الحرية لا تكفي. يمكن أن يكون في نظام لا يؤمن بالحرية ويعاديها ويحاربها، فينشر الظلم والاستبداد في نظام ديكتاتوري طاغي. ورغم ذلك فتراه ينتزع حريته ويفتك استقلاليته، فلا يخضع للإملاءات ولا للإغراءات مهما كان. تنبع الحرية هنا من الذات وتعود إليها. إذن يمكن أن ألخص ما جاء في مداخلة الأستاذ الجامعي السيد محمد مؤمن طبعا في جزئه الأول أو في جزئها الأول المداخلة أشار إلى تلبس السياسي بالمسرحي، وإذا هذه العلاقة الوطيدة بين السياسي والمسرحي. ثم تساءل، وهذا سؤال أيضا يمكن أن نخوض فيه النقاش، أن التخلص من ربقة السياسي أو كيف السبيل إلى التحرر من السياسي. لا يجب أن تكون هذه العلاقة مهادنة، فكل مسرح مهادن يبتعد عن الواقع السياسي والاجتماعي في رأيه لا يعد مسرحا هادفا. وإذا طبعا لضيق الوقت لم يركز على الجزء الثالث وهو مسرح فاضل الجعايب نموذجا لهذه العلاقة الصدامية. من الإشكاليات التي لعلها أن تثري النقاش ما أشار إليه الأستاذ: أليس من الأكيد أن يبتعد الفن الدرامي عن الاستهلاك؟ هذه مسألة تحتاج إلى نقاش. ثم مسألة حضور النفس الثوري في المسرحي، خاصة ما يحمله المبدع في ذاته، وهذا النفس الحلاجي كما أشار أستاذنا: أنا أبدع أنا ثورة، كأنه الكوجيتو معناها. ثورة لغة، روحا وجمالا وفكرة وجوهرا وأسلوبا، هذا كلام كبير أيضا.
يحتاج إلى تدبر وفهم. فالمسرح هو إبداع لا يزهر في غياب الحرية. وأشار أيضا إلى مسألة إيديولوجية الأثر أو ما يحمله صاحب الأثر، إذا معناه في داخل الأثر وإذا خارج الأثر. ثم أشار إلى مسألة الأنوار هذه الثلاثة التي تتكون من الله والكنيسة والملوكية، واعتبرها كتابة ثورية. هذه أيضا فكرة قابلة للنقاش. مرحبا بالحضور الكريم. نحب أن نقوم بدوري أكثر كخرافجي، نخرف نحكي لكم شوية. هذا يجينا وهذا يقص علينا. علاش باش نخرف على مسيرة المسرح التونسي والتحولات اللي عرفها المسرح التونسي على أقل تقدير من الفترة اللي بورقيبة عمل فيها خطاب على المسرح، وهذا نادر جدا مش رئيس دولة يقوم خطاب في المجال المسرحي ويكون الخطاب هذاك هو لو دوردر، يعني القرار السياسي اللي يتخذه رئيس دولة فيما يخص هذا الفن هذايا اللي هو يباشر الجمهور، لأنه هذا الفن الوحيد اللي بقى يباشر الجمهور الآن وهنا. إذا بورقيبة كان التصور نتاعو لما عمل الخطاب وشرعت المدارس في إنجاز تقريبا ما يتسمى بالتكوين أو بالتنشيط المسرحي في الخلايا المدرسية. هو يتصور الفن المسرحي ترفيه، يراه ترفيه. واحنا دخلنا له عديد المرات في القصر، ومنه مرة مشينا له مسرحية اسمها أليف لا شيء عليه، وما عجبتوش الكوميديا ديلارتي كشاف الممثلين يهرجوا أقنعة مصورة في الوجه إلى غير ذلك، ما عجبتوش الحكاية. قال شنو هي هذه؟ قالوا بن حليمة هذا تسمى الكوميديا ديلارتي. إيه قالوا شنو هذا يعمل كوميديا ديلارتي؟ لا قال عملنا شوية قصص حب، شوية شكسبير. هو يعتبر شكسبير يخرف. هو شكسبير مش خراف، معناها شكسبير المسرح نتاعو ملغم سياسيا، حيث هذا تصور. لكن تصوروا انت في الفترة هذه وهو هذا التصور نتاعو، يجيه محمد رجب فرحات، تعرفوه كان مدير فرقة قرصة، ويدخل مسرحية سيرة محمد علي الحامي. بورقيبة كان يحب برشا محمد علي الحامي، إذا شاف تقريبا تصور آخر للمسرح. والطلبة وقتها حكموا على بورقيبة باش يتفرج، يحبوا يتفرهد شوية، لأنه بداها كالمرض نتاع الباركنسون ولا شنو، يلزموا يتفرهد نوعا ما. ولات الفرق المسرحية تمشي لقصر الرئيس. في سنة 1974 فرقة الكاف كانت السيدة على المسرح التونسي، وأنا كنت من ضمن الممثلين بتاع الفرقة، وقمنا بزيارة للمغرب قدمنا فيها مسرحية ثورة الزنج لعز الدين المدني. وقت اللي تعديت في المغرب خديت صدى كبير برشا وكتبت عليها جريدة لو موند. ولما النصف السويسي اللي هو مخرج مسرحية شاف محمد رجب فرحات دخل القصر مسرحية محمد علي الحامي، اشتهى هو زاد اسم الفرينة الشعارات هذيك، بحيث كي شاف الجزء الثاني شاف روحه معناها تقلب من زعيم ثوري إلى معناها رئيس يبحث عن الرفاه والقصور وعيد الميلاد والجو. فغشش برشا. وفي المسرحية ثم برشا كلمات اللي تستفز. مثلا آخر كلمة يقولها المؤلف هو مش موجود فوق الركحة حدا، ثم شكون يقوم بدور المؤلف هو المرحوم عبد اللطيف الحمروني. يقول في آخر المسرحية: أنا بريء 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 من كل تأويل.
اللهم فاشهد أنا بريء من كل تأويل. وقت اللي كان عصبي، وقت اللي يتغشش ربما يضرب وربما يسب. فاللي كان دكار في الفترة هذيك كانوا يبداو وراه. علاش؟ خاطر اللي كان يتغشش ربما يتفاقم المرض نتاعو. هربوا عبد اللطيف الحمراء خبروه في التواليت. وقف الرئيس وواحنا عاملين صف، قال وين وقت الزفت؟ اكو هرب. عمل لي عبابسه الحركه، عمل لي عبابسه وزنج فرنسيس وامريكان زعما وعالم ثاني هكا تونس. اي عندنا الاكتفاء الذاتي. قال احنا عندناش هذه قروض ولا فايض، عندنا الاكتفاء الذاتي. وبدا يسمي مانيش كيف اسمه هذاك ما يسميش الاخر تاع المغرب على الحسن الثاني ولا شو اسمه الاخر هذاك تاع ليبيا هذاك. اي فهمت يعني. اي ثم واحد لاجئ سياسي مصري كان في الحمله نتاعو يتلاقى موزعين بورقيبه مازال وقتها يقاوم في الاستعمار. جاء هرب لتونس احتضنوا بورقيبه، حاب يدافع على الفرقه، حاب يدافع عن الممثلين. قالوا له سياده الرئيس يعني فنانين ويطرحون قضايا تهم العالم الثالث. تونس مش عالم ثالث، يعني تونس دي بلد نامي. قالوا نو حتى دي في الكتب في سنة يقولوا نو بروم بيسين، أنا في قصري هنا يسموا فيها. لا، هذا ضرب من ضروب السمسرة. خاطر المسرحية بتاع الزنج باللول تقدمت في افتتاح مهرجان حملات وبعد دارت وعملت جولة وكذا، بعد تعدت في المغرب وكتبت عليها الموضوع. دخلت لقصر الرئيس شافها تسيء للنظام نتاعو فوقفت. المسرحية الثانية اللي انجتها في الكاف اسمها الحلاج نتاع عز الدين مدني، نفس الشيء. الحلاج كان يحكي عليه محمد من المتصوفة المعروف انه كان يقاوم في الحاكم، وكان يعتبر التصوف مش زهد وصلاة وعبادة فقط، انما هو نضال من اجل تحرير الشعب الى غير ذلك. وكان الحلاج يحب يجمع بين ثلاثة ثورات كانت قائمة، هي ثورة القرامطة والزنج والمالكيين. حب يجمعهم ما جمعوش، عمل مجهود هو رغم معناها شغله الصوفي أما كان مناضل. الأولى بتاع في يخص الشعار الملتقى هذا اللي هو المسرح فاعلا في المدينة. لأن هذا الشعار هو شعار جيد باعتبار يحيلنا على وظيفة المسرح ويحيلنا على المسرح كأداة فعل لتغيير الواقع. لكن أنا أرى في الحقيقة في هذا الشعار نوع من المركزية. علاش؟ لأنه هو شعار يستبطن المسرح الإغريقي والروماني جريكو رومان. المدينة هي معناها الجمهورية لا ريسبابليكا. المدينة هذه هي اللي تتفوق على المجالات الأخرى، وبالتالي المسرح معناها وكأنه يصبح ممركز في مجال دون آخر. ونحن نريد المسرح أن يكون مسرح جماهيري وليس مسرح نخبوي. الكريم، شكرا لكل من أشرف على تنظيم هذا اللقاء ولكل من لا يزال في هذا الوقت العصيب يهتم بالفكر والثقافة فأفتح. الحقيقة أود أن أشكر المتدخلين على أنني شخصيا قد استفدت كثيرا من شهادة الأستاذ كمال علاوي
بأسلوبه الرائع والشيق وبمحتواه، بمحتوى هذه الخرافة العميقة. وكنت أرجو أن يتسع الصدر سي محمد مومني، بس أقول كنت أرجو أن أستفيد مما قدمه الأستاذ الجامعي والناقد المسرحي محمد مومني، لكنني لم أجد فيما قدمه ما يستحق أن يوقف عنده، فهو قد عرض أفكارا هي أقرب إلى شذرات من رؤى مطلقة يكاد لا يجمع بينها جمع، وشهادات مختلفة ومفاهيم غير دقيقة للأسف. وكنت آمل على الأقل أن يجتهد في ارتجال فكرة واضحة يقيم عليها مداخلته، وهذا ما لم أظفر به شخصيا. أود أن أقول أن شهادة الأستاذ العلاوي شهادة قيمة ومفيدة جدا، لأنها تؤكد أن السياسية أيا كان هذا السياسي لا يمكن أن يهتم بقمع المثقف إلا إذا كان العمل الفني قويا ومبدعا ويفرض نفسه على المتلقي والمتقبل. ومن هذا المدخل أود أن أوضح التالي: السياسة وأهلها سلطة، والمسرح سلطة أيضا، فنحن إزاء سلطتين. الأولى السلطة السياسية تحركها إيديولوجيا ورؤية للواقع. الشعار الذي اتخذته هذه الدورة، شعار المسرح فاعلا في المدينة، وإذا نذكره بالشعار الأول للدورة الأولى التأسيسية الأولى: المسرح والمواطن. أنا ربما إذا أقول إن الملتقى بما أنه يندرج في إطار الاحتفال بعالم جدير بكثير من التبجيل في مقام إذا الشرعي، معناها ما قدمه إذا يتنزل في إطار معناها تفكير بما لجهة المهدية من دور فاعل في بناء الثقافة الوطنية الحديثة وتأصيل الذائقة المسرحية. ثم الهدف الأساسي من هذا الملتقى هو أن يكون المسرح فعلا مواطنيا، لا يعني أن يتنزل في إطار مركزية. لأن هذا في خصوص الشعار حتى أكون واضحا. ثم إذا نترك الكلمة إذا حق الرد لكل من أستاذ إذا والناقد المسرحي السيد محمد مومن، ثم إذا شهادة أو ما جاء في شهادة متفقد السيد كمال علاوي، إذا له أن يتدخل أيضا أو يجيب عن جملة الاستفسارات. في مسار كل التاريخ المسرحي نقول يوم السياسة هو محاولة التخلص من السياسي. السياسي كنظام قائم ويمنع كل ما هو تساؤل حول ذلك النظام. صيغ السؤال ما يهمش السياسي، الصيغ نتاعو والرنين نتاعو ريزونونس، الرنين نتاعو معناها الصدى نتاعو لا يهم السياسي أيضا، إن كان صدى ميتافيزيقي اللي يهم هو النظام الدقائق. النظام معناها منظومة فكرية، فبالتالي معناها تاريخ الفن المسرحي هو تاريخ صراع مع السلطة اللي تتواطأ مع المبدع. شوفوا مثلا عصر لويس الرابع عشر، لويس الرابع عشر كان متواطأ مع موليير جمعوا الكنيسة ولويس الرابع عشر يتفرج في موليير بالسرقة. يعجبوا لقب موليير ويعجبوا تعجبوا الجرأة نتاعو. معناها ثم حاجات اللي
هي استثنائيه، لكن في الواقع لو كان نرجعوا احنا للعهد اليوناني القديم هنا في مربط الفرس، شوف المسرح منين خرج اولا من المعبد، اذا هو بالاساس ديني، اللي هو تو مرفوض دينيا، هو اساس ديني. ثم هو الصوت الساحه العموميه، الجدل اللي كان يتقام عند الفلاسفه سقراط وافلاطون وارسطو وغيرهم وبروتاغوراس وسوفسطائيون من هنا شنو غادي الجدل هذاك كله معناها هو موجود جدل في المسرح زاد. يعني ما كانش المسرح الا كان المسرح دائما في مواجهه السلطه جدال ساعات استفزازي عند ارسطوفان، مش استفزازي غادي بالاستفزازي. الفترة اللي جات بعد عهد المسيحية ولا مسرح أخلاقي، وبعد ذلك بدأ يتفرع إلى أشياء عمرها ما كانت موجودة قبل في العصر الروماني ولا في العصر اليوناني، البولفار ولا الفودفيل وكذا، عمرها ما كان في مواجهة الحاكم. الاقتصاد، التقدم الاجتماعي والحضاري وكل اما احنا بالطريقه هذه مازلنا نتخلفوا راهو تاني، مازلنا ماشيين للوراء تاعنا. اذا عامل نقص في الميزانيات تاع الثقافه باش نمشيو للجهل، باش نرجعوا للجهل القديم، باش نرجعوا قبل الاستقلال. الناس فهمتني ولا مازال ما تعرفش تكتب اسمها على القلة، هذا هو اللي باش يقع، لانه هما ديجا 23 سنه جهلوا الشباب، خلاهم سكنات معناها ثقافتهم مهزوزه، فهمت؟ مش هما مشاو ضحيه المدار، ضحيه النظام السابق، وزيد توا نمشيو ضحيه التشدد على خاطر الفن ممنوع ومحرم ودا شنو، ورجعنا كاينه في القرون الوسطى تاع، والقرون الوسطى يمكن ابرك، الكنيسه على الاقل خدمت شويه داخل الجدران نتاعها، فهمت؟ خدمت اخلاقيا على اقل تقدير، ولكن سخرت فلوس. هذه شنو معناها؟ معناها احباط الابداع، احباط الثقافه. هذه امور مدبره لاحباط الثقافه، باش نرجعوا للظلمات من جد، عصر الظلمات. احنا ماشيين عصر الظلمات. ترى اللي المسرح ينجم يلعب دور بعد، يعني في ما بعد الثوره، يعني فتره ما بعد الثوره، شنو الدور اللي نجم يلعبه المسرح؟ المسرح يقاوم حتى ولو ما عندوش فلوس، لازم يقاوم، لازم يواصل، ما يقفش. إذا كان هو مجوعين لذلك الجيعان راه كيف يجوع راه يولي كمان يقاوم بالخطاب المباشر، لأنه أغلب أوجه المسرحيات اللي خرجت بعد الثورة خاصة المجموعات والفرق المسرحية الصغيرة تقريبا الخطاب نتاعهم مباشر، اللي خلى الجمهور يتقلق شوية يقول لا أنا جاي نحب نتفرج في المسرح ماني جاي الخطاب. صحيح، لأنه الخطاب المباشر ربما هو نوع من الأنواع اللي نجم تخدم الراهن نوعا ما، إذا كان الشكل بتاعها على الأقل ساخر، خاطر الساتير نجم تكون زادة، نجم تكون في الراهن الساتير، المسلات النقدية كل معناها مسرحيات تهكمية ونقدية، فهمت؟ عندها مفعول، لكن الأفضل هو أنك التعمق في المضامين هو اللي نجم يغير نظرة الناس حول وقعها الحضاري. خاطر هو المصب الكبير هو الحضاره، اللي تولي دوله متحضره. فين دوله متحضره تو؟ وين شنو المؤشرات نتاع دوله متحضره تو؟ ثم مؤشرات تاع دوله متحضره، الناس قاعده تتكلم بلغه ما تقدمش بينا حتى طرف، بالعكس هذو شنو يتكلموا على البنيه والمراه والمتحجبه ومش متحجبه والختان ومش ختان واحبس ومش احبس، شنو الهم هذا اللي هبطنا فيه، النكبه، تعيش في نكبه من جد، فهمت؟ يلزم المثقف يا اخي توا من جد يخرج الشارع يمشي يتحرك هكا. حاجه كيف دور المثقف من الجمش والمسرحي تحديدا ما نجمش نحددوه يكون يعني هو المملكه نتاعو هو الركح، فهل المسرحي والممثل والمبدع ينجم يعطي رؤيته التغييريه او رؤيته اللي يحب يطرحها للجمهور، ومن خلالها يحرك الناس ويفهم الناس ويثقف الناس؟ لا، الغرب عموما قلق من العلبه الايطاليه. علاش؟ خاطر العلبه الايطاليه استنفذت طاقتها الجماليه، ما عادش العلبه الايطاليه. خلينا نفسروا للساده المتفرجين، هي نسهلوا لهم الركح اللي قاعدين نشوفوا فيه الناس. الغرب توا
قاعد يكتسح في الفضاءات الاخرى. لازم تتجدد الفضاءات، وعلى خاطر كي تتجدد الفضاءات تتبدل اللغه زاد، تتبدل اللغه نتاع الصوره، اللغه نتاع الجسد، اللغه نتاع الضوء، اللغه نتاع كل شيء يتبدل. فهمت؟ خاطر احنا بحاجه الى التغيير. بلاش كان يقول المسرح لازم يغير ويتغير، على قد ما يتغير ينجم يغير المجتمع. النظرة الجديدة دائما تجديد النظرة وتطويرها، فهمت؟ يزيد المجتمع شيء من النماء الفكري وشيء من النماء الحضاري، هذا ضروري. إذن الاقتراب من الجمهور، لأنه كان العلبة الإيطالية كان سر على المتفرج، جدران مسكرة، ووقت اللي جاب تكسر الجدار الرابع كانت ثورة. توا كي تكسر كل الجدران وتقترب من المواطن وولي مشاغل المواطن. شفت النظره نتاع اوغوستو بوال البرازيلي معروفه، تياتر فوروم، اللي من خلال المتفرج ذاته، من خلال المتفرج نفسه، المواطن نفسه، تكتب المسرحيه، تكتب المشاغل الحقيقيه. معناها ما نجيكش انا نفرض عليك حكايتي، ما نجيش نفرض عليك مسرحيه، نقول لك انت شاشت، يعطيك المأساة نتاعو، الدراما نتاعو، ومن المأساة نتاعو الممثلين يصيغوا عمل مسرحي. العمل هذاك تلقاه قريب بالمجد من مشاغل الناس، يحسوه من داخل. حضرت التظاهرة الأولى نتاع ملتقى بشير عطية، هذه ثاني مرة نحضر. بالنسبة للتظاهرة الأولى كانت ناجحة، تم نتكلموا، وهذا ما خلاني باش نعاود نرجع لهنا ونشوف ونواكب كامل التظاهر، وإن شاء الله بالتوفيق. تصوركم هكا المسرحية على التنظيم للملتقى بشير عطية. نحن نحب ناخذ رايك على انطباعاتك على اليوم، على الافتتاح، على التنظيم، على هل نجح التنظيم والافتتاح معناها؟ أكيد كل تظاهرة ثقافية تكون نهار اليوم الأول صعيب شوية، في شوية كلاش صغار، أما في العموم الإجمال حلو. فما حوايج خارجين عن نطاقنا احنا كلجنة تنظيم وكجمعيتين الزوز، وفما حاجات اللي احنا نتحملوا عليهم مسؤوليتهم في التنظيم. أما في الإجمال تنظيم خذينا رأي الجماهير بكرة يقولوا إنه فكرة إنه الندوة والكرنفال في نفس الوقت كان من أكبر سوء التنظيم عليه. حقهم باش يقولوا، حقهم باش يتفاعلوا، لأنه فما ناس رواد يحبوا يسمعوا الثقافة ويسمعوا الدكاترة اللي موجودين، أساتذة محترمين ومن رواد تونس في المجال الثقافي، وعندهم خلفية ثقافية مهمة ياسر، فمن حقهم كشبيبة يشوفوا ويستمتعوا بأفكارهم وآرائهم النيرة، وحقهم زاد يحبوا يشوفوا التفاعل الكرنفال، الانيماسيون. ساعات مع الظروف اللي عايشين احنا في تونس نحبوا الانيماسيون جديدة وحاجة جديدة تخرجنا على الروتين وعلى الستريس العادي، فمن حقهم انهم يبدوا رايهم بالسوق. صحيح. تنظيم شو رايك فيه؟ اتباع كل شيء لازم يكون كان جيد في الدورة الثانية ملتقى بشير عطية المسرح، اللي ينتظم كالعادة بنفس يعني المكونات اللي تجمع بين الفكر، بين المسرح وبين الاستعراضي. كما لاحظتوا الاستعراض كان رائق وأدخل حيوية في المدينة، والندوة كانت كما لاحظتم يعني بحضور شيء متفاعل من قبل الحاضرين مع مداخلات، والنقاش كان ثريا. على الأقل الشباب يعرف أن ثم مسرح، ثم أوائل، ثم ديني دور كي بشير عطية. أنا من واحد من الناس اللي خدمت على بشير عطية في الستينات. المهدية اليوم ما فيهاش ممثلين، المهدية تفتقر للمبدع، المهدية تفتقر للجمعيات، تفتقر. هذه نشكرهم وبرافو حتى النهار الأول هاي تابعتم بعضنا الناس الكل، تابعنا القطاعات نتاع الجمهور، شفنا الكواليس نتاع التظاهرة خارج دار الثقافة يعني في شارع حبيب بورقيبة، كيف تابعنا الملتقى. في انتظار متابعة المسرحية، مسرحية رهيب اللي قاعد نشوف الجمهور منتظر انتظارات رهيبة، وإن شاء الله يكون العرض في المستوى.
dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas.